ببلش ملخصنا مع آيونا يلي كانت عايشة مع عائلتها واللي للأسف قررت تنهي حياتها. أيونا حاولت توقفهم وتطلب منهم ينزلوا من المبنى لأنه المكان خطير، بس أمها قالت لها إنه ما عندهم خيار، فبتعطيها القلادة لتعتني فيها. وبعدين للأسف العيلة كلها بنطوا من الدور الأخير وما عم تقدر أيونا تصدق يلي صار. الناس بعدين صاروا يلوموا آيونا وعيلتها، فلهيك آيونا أغمى عليها. بعرفكم على ماكس بطلنا الغني، بيجي وبيحمل آيونا وبيطلب من مساعده يدفن العيلة. السبب يلي خلى عيلة آيونا تنهي حياتها هو إنه أبوها كان عنده شريك وباع مواد غذائية مسمومة، والناس توفوا والشركات رفضت تستثمر معه واضطر يدفع مصاري وما قدر يرجع كل شيء، وما كان عندهم خيار غير إنهم يخلصوا على حالهم. ومن ضمن الأشخاص اللي كانوا توفوا بسبب المواد الغذائية المسمومة كانت أم ماكس. لهيك ماكس وعد حاله إنه ينتقم من آيونا ويعذبها. بعد شوية الخدامة بتخبره بإنه آيونا صحيت، لهيك بيجي يشوفها، بس هو بخبرها إنه هو ما ساعدها، هو جابها للبيت مشان تسدد ديون أبوها وتصير ملكه، وبيقول لها تتذكر كلامه هاد كتير منيح. مرت السنين وآيونا صارت كبيرة وماكس رجع من لندن، فلما بتقابله آيونا بتناديه بعمي، بس هو بيقول لها إنه أنا مش عمك ولازم تناديني باسمي. وبيسألها إذا كان في شي رجال قرب منا من وراه لما كان هو في لندن، وبيأكد لها إنه مستحيل يتركها تتزوج أو تطلع من بيته، ولازم تضمد جرحها مشان ما يحكوا الناس إنه هو ما بيهتم فيها. خلال الأحداث آيونا بتروح للجامعة وبتتعرض لتنمر من صديقاتها بسبب حبيبة، بس صديق البطلة كاي بيوصل وبيبعد عنها المتنمرين. بعدين كاي بيجي وبيسألها عن سبب عدم حضوره لحفلة التخرج، وهو كان مجهز مفاجأة لإلها. بالليلة يلي قبل التخرج المتنمرة بتحاول تسيطر على الموقف وبتورجي لآيونا صور لتخويفها. آيونا بتتعرض لضغط كبير، وبنفس الوقت بيطلع رجل الحفل يلي كان حبيب المتنمرة وبيحاول يغويها. آيونا بتدافع عن حالها وبتجي المساعدة من ماكس يلي بيجي بالوقت المناسب وبيعطيه الجاكيت وبيعتذر لتأخره. بعدين بيرقصوا سوا وماكس بيحميها من أحد بيقرب منها وبيطلب منها ما تخلي حدا يلمسها. المتنمرة لما شافت كل شي قررت تنتقم من آيونا، لهيك بتتصل بالعصابة لتعترض طريقة. آيونا بتضل لحالها لأنه صديقتها ما قدرت تجي معها بسبب وفاة جدتها، وفجأة العصابة بتظهر وبيضلوا يغزلوا فيها ويحاولوا يستغلوها. آيونا كانت عم تهدد العصابة بالشرطة، بس ما كانوا بيهتموا لكلامها وضلوا يلمسوها ويضربوها لحد ما وصل صديقها كاي وساعدها. وبوصولهم للبيت شافها ماكس عطاها الهدية فستان مجهز خصيصاً لها لما كان بأمريكا. آيونا شكرته وماكس كان معصب. آيونا دخلت وأكلت على الساعة وما تمت إذا ماكس أكل أو لا. بعدين فتحت الهدية وجربت الفستان، ووقتها الخدامة عرفت إنه صار عنده شي صحي وقلقه كتير. أيونا راحت لعنده وهو عانقها ومسح لها شعرها. هي خبرته إنه هالفستان من كاي كصديقة، فماكس عصب وشال الفستان وقال لها إنه طالع عليها حلو كتير وشو بدها تغوي كاي. فأيونا قالت له لا، هي بس بتعتبره كصديق. ماكس زعل كتير لأنه هي ما رح تروح بكرة. الصبح ماكس طلب منها تروح تاكل له فطور لأنه راح على الشركة وسألها عن علاقتهم وقال لها إنها بس لعبة بتضيع فيها وقت وقعدين راح. أيونا تجهزت، حطت ربطة على رقبتها كرمال تغطي الكدمات اللي على رقبتها، وقابلت كاي يلي انصدم من جمالها أكيد، ودوها للفندق. هنيك عطاها الخاتم لتحتفظ فيه لأنه اليوم رح يتقدم لها. وبالحفل آيونا انصدمت لما كاي حاول يقرب منها، بس ماكس اتدخل وطلب من الكل يطلع وضل يراقبها ويحميها. أخذها للبيت وحذرها إنها ما تقابل كاي وعاقبها بوضعها بالحمام لمدة 3 أيام وما تعطيها الخدامة لا أكل ولا شرب ولا حدا يساعدها. كاي طلع لأنه ماكس خطف أيونا اللي بعده عنها، ومن بعدين الخدامة سكبت لها شراب ساخن على عيونها
وبعدها فكوا إيديها وبلشوا يدفشوها على المي لدرجة إنه أغمى عليها. ماكس لما شافها سأل الخدامة عن كيف بتتجرأ تتعامل مع أيونا هيك، بس الخدامة اعتذرت وقالت إنه هي آسفة بس بتحبه كتير بدها تكون عوض أيونا. ماكس رفض وقال لها إنه هالشي مستحيل وخاف على أيونا، لهيك طلب من أفضل طبيب إنه يجي بسرعة. صارت منيحة بس كانت محتاجة راحة كبيرة. بالمساء أيونا لاحظت وبكيت لما شافتهم قريبين من بعض، ولما رجعت لغرفتها كانت خايفة كتير، وماكس أخدها للمشفى بسرعة، فدخلت غرفة العمليات وصارت بخير. بالمساء نانسي راحت لشركة ماكس وفتحت صندوقه وشافت صورة أيونا وغارت كتير. بعدها أيونا قررت تنتقم من ماكس يوم عيد ميلاده، وكانت مبسوطة واحتفظت بالربطة كهدية. استغلت الفرصة لتقرب منه لأنه هو خلت على عائلته. ماكس فهم غلط تصرفها، وبعدين الخدامة حبسوا أيونا بالأبو وعطوها أكل بس هي رفضت تاكله. اليوم اللي بعده بيجي لعند أيونا وبيخبرها إنه لازم تسدد مصاري أبوها. هي بتقوله إنه هو خلص على عائلته ولسه بده يستغلها أكتر، فبيقول لها إنه بيعرف إنها عم ترفض تاكل كرمال إنها تموت، بس هو مستحيل يتركها تموت بالما إنه يعذبها. حتى لو رفضت الأكل عنده طريقة تانية كرمال يخليها عايشة، فبيتصل بالطبيب يلي بيجي وبيعطيها إبرة كمحلول غذائي. وبعد فترة الأمور بتتطور وماكس بيعرف بأنه أيونا حامل، فبينصدم. نانسي لما سمعت كل شي خططت إنها تخلي أيونا تجهض، وبينما ماكس كان عم يفكر يتزوجها نانسي بتروح عند أيونا وبتخبرها هن اثنيناتهم عندهم بيبي من نفس الشخص، وماكس قرر يتركها تجهض مشان هي تولد الطفل. فبكل بساطة أيونا بتصدق كلامها. لما بيجي ماكس بيطلب منها توقع على أوراق الزواج بس هي بترفض وبتطلب منه يطلع، وبتهدده كمان بحياتها لهيك هو بيطلع. بعدها بيجي شون لعند جدها المريض وبيقول له إنه رح يخبره بشي مهم، بيعطيها الصندوق القديم يلي جواته قلادة بتشبه قلادة أيونا. لما بيكشفها الجد بينصدم وبيقول له إنه لما كانوا صغار ماكس وأيونا عائلتهم قررت يخطبوهم بدون ما يعرفوا، فأيونا بتتصل فيه وبتطلب مساعدته، وهو بيخبرها إنه جاي بالطريق ورح يوصل قريبا. بيجي وبياخدها لبيت صديقه وبيقول لها إنه اضطر فيه لأنه ماكس ما رح يقدر يلاقيه، وإنه هو مستعد يعتني فيها وبطفلها ويكون أب صالح لإله. فجأة بيتصلوا فيه وبيعرف بأنه ماكس إجا لبيت جدها وبيعمل مشاكل، فبيفضل يضل بالبيت وما يطلع مهما صار. أول ما بيوصل بيطرد من البيت وبيقول إنه بيكره يشوف وشه، بس الجد بيقول له إنه لازم يتأسف ويرجع أيونا. هو بيرفض، وفجأة الجد خلاص بيروح من هالعالم وبيقول له إنه هو السبب وما بيسامحه ولهيك بيروح. بنفس الوقت نانسي بتروح لقبر أم وأب أيونا وبتاخد رماد أمها وبتطلب من حراس ينفذوا كلامه وبتكون مبسوطة كتير. ماكس بعده ما لقى مكان أيونا، فبتجي لعنده نانسي وبتورجيه على رماد أمها وبتقوله إنها إجت تساعده كرمال يلاقي أيونا. بعد أيام بيصير في مزاد ونانسي بتقوله إنه يستخدم الرماد كطعم كرمال يلاقي أيونا، فبيوافق بس بخبرها إنه هاد فخ وماكس هو اللي سواه. أيونا ما بتهتم، بدها بس تنقذ رماد أمها. الأغنياء كلياتهم اللي موجودين في الصين بيجوا للمزاد، خبطرتنا بتكون خايفة، ولما بيشوفوا الرماد ما حدا بيوافق يشتريه، بس صديقة كاي هو اللي بيشتريه. بيوقفهم وبيشوف قلادة أيونا بتنباع، بما إنه هو أغنى رجال بيشتريها بمبلغ كبير كتير، وبكل عصبية بيقول لها إنه انتهت لعبتهم ولازم ترجع معه للبيت، بس أيونا بترفض. بس هو بيطلب من حراسه يمسكوها ويضغطوا على إيدها وهي مستعدة ترجع معه. بعصبية بيسأل عن كيف جرأت تروح مع كاي بالرغم من إنه هي حامل، وبيقول لها إنها أكتر بنت سيئة شافها بكل حياته. بياخدها للحمام وببلش يضايقها بس بطنها بتبلش توجعها، ومع هيك هو ما بيهتم. بيقول لها إنه الحل الوحيد إنها توافق تتزوجه، بس هي بتقول له إنه هالشي مستحيل لأنه هو خلص على عيلته. بيلاقي خطتهم يجبروها على الزواج،
بيخطفوا أصدقاء طفولتها كاي وهددوا إنه إذا ما وقعت رح يخلص عليهم. وأكيد أيونا ما كان عندها خيار تاني غير توافق على الزواج، وبطلنا هون بيكون مبسوط كتير، بيعطيها دقيقة واحدة كرمال تختار مين رح يعيش، وهي ما بتقدر، وهو بيختار كاي وما بتقدر تتحمل وبيغمى عليها. الطبيب بيخبروا إنه صحة أيونا العقلية مش منيحة بسبب الصدمة اللي تلقتها، وصحة الجنين مستقرة. بدن جنبها لأيام وما بيقدر ينام وقلبه ببلش يوجعه، ولما بتصحى بتتذكر شو صار وبتترجع، بس هو بيقول لها إنه فات الأوان وكاي خلاص اتوفى من زمان. بتروح لجنازته بتلوم البنت وبتقول إنه هي السبب بوفاته، وأبوه بده ينتقم بس هو بيوقفه وبيعطيه بطاقاته البنكية وبياخد المصاري وبيروح. نانسي بتسمع الموظفين بيحكوا عن ماكس وبتعصب كتير لما بتعرف إنه هو تزوج أيونا، لهيك بتقرر إنها تحاول تفرقهم بأي طريقة ممكنة. بتحرق بيتها وبتروح لعنده وبتطلب منه المساعدة إنه هي تضل معهم بالبيت. الخدامة بتحكي له بإنه لو شافت بطلتنا نانسي بالبيت أكيد رح تحصب كتير، بس هو أبداً ما بيهتم بكلام الخدامة ولا بيهتم بشو أيونا رح تحس، وبيقول إنه هاد بيته وفيه يسوي اللي بده إياه. أيونا بتصحى وبتسأل الخدامة عن لو كان بدها تاكل، بس هي بتقول إنه ما بدها وبتطلع للحديقة. فجأة بتشوف ماكس قاعد بيعتني بنانسي، فبتتذكر إنه لما كانت هي مجروحة ما كان بيطلع عليها، فكيف إنه يهتم فيها. بطلنا بيطلب من بطلتنا إنها ترحب بنانسي، ونانسي بتسوي حالة إنه هي لطيفة وبتعتذر لأنها أجت لبيتهم. أيونا بتسأل نانسي عن ليش ما راحت للفندق. هديك البنت بتبلش تقول إنه أيونا بتكرهها وما بدها تضل في البيت لهيك هي رح تروح، بس بطلنا بيطلب من أيونا تحكي بأدب مع نانسي، وبيقول لها إنه حتى لو كانت حامل هو ما رح يهتم فيها، وبتوقع على الأرض. بيقول لها إنه لو صار شي للطفل رح يتركها تندم، وبيطلب منها تعطي غرفتها لنانسي وهي تروح تنام بالمستودع وتنفذ أوامره. لما بيشوفها بدل يتأمل فيها وهي نايمة، ولما بتصحى بتقوله بطلتنا لونا إنه من الأفضل يروح لعند حبيبته الجديدة نانسي. بيقول لها إنه ما إجي يشوفها لأنه بيكره وشها وما بيطيقها. بعدين بيطلع، وبالصبح الخدامة بتحضر لها الأكل وبتخبرها بأنه السيد ماكس قال إنها تاكل كل الأطباق. نانسي بتوقفها وبتقول لها إنها نامت منيح البارح، ولما بتشوف ملابسها الجديدة بتقول إنه ما صار عندها شهية كرمال تاكل، بس هي بتوقفها وبتقول لها إنه طفل لازم ياكل، فهي بترد وبتقول إنها مستعدة تعطيه كل شي، بس لو حاول يأذي طفلها ما رح تتركه يعيش. لما بيجي ماكس وبيقول لها إنه هي بنت سيئة، بينما بطلتنا بيتركها على الأرض، فهي بتقول له إنه زوجته بتكرهها كتير وهي بتخاف منها، لهيك هو بياخدها لغرفتها. وهون بطلتنا أيونا بتندم على اليوم يلي شافته، إنه لما بتروح للمطبخ بتشوفون سوا وبترجع على الأرض وبيتركوها تاكل زي الكلب، يعني بدون تعليق. بعد أيام بيلاقي نانسي عم تتمرن، فبيقول لها إنه لازم يلاقي لها بيت جديد لأنها مستحيل تضل معهم، فهي بتقول له أوكي، بس في الحقيقة هي كتير معصبة ما بدها تترك البيت، وبدها أيونا هي اللي تترك البيت كرمال تاخد مكانها. بعد أيام بتجي للمطبخ وبتشوف عصير ماكس وبيكون بدها تتقرب منه، بس خطتها بتفشل لأنه قلب بطلنا ببلش يوجعه وما بتقدر تتقرب منه، فبتنادي بسرعة الخدامة للونا وهي اللي خلاص بتحل الموضوع، وبطلنا بيحضنها وما بيتركها تروح. بكرة الصبح بتجي وهي بحضنه وعم تمثل إنها كانت خايفة عليه. اليوم بيكون ذكرى وفاة ماكس، بتيجي وبتقول إنها حامل من ابنها وهي رح تعتني بالطفل. فجأة الشريرة بيكون عندها صندوق أمها، بتحاول أيونا تاخده منها بس ما بتقدر وبتدفشها على الأرض. فبيجي ماكس وبيقول لها شو يعني أنت طلبتي منها تضل بالبيت كرمال تخلص عليها؟ فهي بتقول إنه لا ما بعرف شو، ما تقدر تتهمني من دون دليل. والشريرة بتكذب وبتقول إنه أيونا كانت حابة ترمي صورة أمه على الأرض بس هي كشفتها. فبيمسكها وبيسأل عن كيف بتتجرأ تسوي هيك بالرغم من إنه عائلتها هن السبب بموت أمه، وبيقول لها إنه هو ندم على اليوم اللي أخدها من الشارع وتركها تدخل على بيته. فبطلتنا بتوقع
وبتسأله لو موت أمه مرتبط فيها، بس هو ما بيرد وبيروح مع نانسي. اليوم اللي بعده الخدامة بتكتشف إنه نانسي بدها تعمل شي بالأكل، بس بتوقفها وبتقول لها إنه السبب بكل المشاكل اللي عم تصير مع بطلنا هي لأنه من اليوم اللي دخلت على البيت صار في كهرباء بعلاقتهم. نانسي بتقول إنه لا، وإنه هي ما سوت شي وإجت بس كرمال تتأكد إنه إذا الغدا جاهز. أيونا بتكون ما بتعرف الحقيقة وبتسأل لو كانت أم ماكس توفت بسبب عيلتها، فالخدامة بتقول لها إيه بسبب المواد الغذائية المسمومة اللي كانت ناتجة من شركة أبوها. فجأة نانسي بتضرب الخدامة لدرجة إنه بيغمى عليها، وكمان أيونا بتفقد الوعي. فبتتصل نانسي برجالها كرمال يجوا للقصر وياخدوا أيونا عشان يتخلصوا منها، وبالفعل هالشي بيصير، والشريرة كمان بتضرب حالها عن قصد. بعدين شو بتسوي؟ بتتصل بماكس كرمال يجي ينقذها، ولما بيجي بينصدم وبيسأل عن مين اللي سوى فيها هيك، فبتقول له إنه الشريرة أيونا هي الفاعلة وهربت. بطلنا بيعصب كتير، وفي نفس الوقت بتكون أيونا بطنها بتوجعها كتير وبتترجاها لتنقذها وتتركها تروح للمشفى، بس هي بترفض لأنها بتكرهها كتير. فبتقول لها إنها رح تولد، لهيك بتساعدها وبتنجب الطفل، فبتترجاها تاخد الطفل وتهتم فيه. فلما بتجي لتشوفها تكذب عليها وبتقول لها إنها تخلصت من الطفل، وبتكون مبسوطة كتير. بتقول لها إنها خلصت على بنتها الحلوة، وبتقول لها إنها بدها تدمر حياتها وتتركها تكون بعيدة عن ماكس، وبتبلش تضحك. وكمان نانسي بتعترف بإنه هي ما بتحب ماكس بس بتحب مصرياته. الشريرة بتخطط تبيع أيونا، وبالفعل بياخدوا أيونا لهالمكان الغريب، بس بطلتنا بتتمنى إنها تلاقي طريقة كرمال تهرب. أما ماكس فكان لساته عم يدور على مكان أيونا بتحاول تهرب بس ما بتقدر، فبيمسكوها وبيرجعوها لنفس المكان مرة ثانية. بطلنا بيحاول يلاقي صديقتها وبيسألها عن من الطفل اللي معها، بس هي بترفض تخبره. فبيقول لها إنه لو خبرتيني وين أيونا رح أعطيكي أي مبلغ بدك إياه، وكمان رح تروحي لأي بلد بدك إياه. فبالطبع هي بتوافق، فبتقوله بأنه الطفل هو طفله، وبعدين بيسألها عن مكان أيونا، لهيك هي بتخبره بأنه نانسي بعتها للعصابة، وبتقوله كمان بأنه نانسي هي اللي خلصت على الخدامة، أما يونا المسكينة فهي بريئة وما سوت شي. بأنه يبيعوا أيونا للرجال اللي زوجته ما بتخلف، وبالفعل بيجيبوا أيونا لعندهم، بس بعدين بيكتشفوا عن مين هي، لهيك بيتصلوا بماكس كرمال يجي. ماكس بيجي بسرعة وبياخدها للمشفى وبيتأكد من كل كلام صديقته، وبيوعد حاله إنه رح ينتقم من أي شخص حاول إنه يأذيها. فبتجي معه لتشوف نانسي، وبتطلب من الدكتور لياخد عيونها، وبيوافق على طلبها، وبعدها بتروح. بعد فترة بيسووا مراسم الزواج، وماكس بيقول لها إنه من اليوم ورايح رح خليكي تعيشي بسعادة ورح أعطيكي أي شي بدك إياه. أيونا أخيراً بتوافق على الزواج، والمفاجأة إنها بتكتشف بأنه صديقها كاي لساته عايش، يعني ما كان توفى ولا إشي، وكان كل هاد مجرد كذبة، بس هو في الواقع لساته عايش. والمفاجأة الثانية إنه كاي قريباً رح يتزوج من صديقته. بطلتنا أيونا بتفرح كتير وبيتصوروا مع بعض، وهيك بتخلص أحداث مسلسلنا يلي بجنن. سووا لايك للفيديو، اشتركوا بالقناة، وانتظروني بالملخص الجاي اللي أكيد رح يكون بجنن، وكمان لا تنسوا تفعلون زر الجرس. وبس، كانت معكم أيلا من قناة ملخصات أيلا كوين. أشوفكم بالملخص الجاي، وبس، باي باي، بحبكم.